صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم، وكي صبحتوا لاباس؟ الحمد لله. كيما عودتكم دائما نجيب لكم غير جديد. اليوم مع وصفتين، تحلية مع وصفة الملاوي. ملاوي تجيب بالكفتة والدجاج جديدة كيما الطاكوس. نروحوا للوصفة الأولى هي الملاوي، ومن بعد نروحوا للتحلية. أول حاجة واش حطيت؟ درت كاس سميد رقيق تاع نوعية حمامة. الحمامة عجبتني، النوعية مليحة في السميد وفي الفرينة. ودرت كاس ونص ما دافي، ومن بعد مغرف صغيرة سكر ومغرف صغيرة خمارة تاع خبز. ومن بعد درتهم بالميكسور، ميكسيتهم غاي بالميكسور. ومن بعد زدت لهم ربع كاس تاع زيت، نفس الكاس اللي عبرت به السميد وعبرت به الماء نعبروا به الزيت، ربع كاس زيت. ومن بعد درت الفرينة قيمة 6 مغارف 7 مغارف كيما هكا. زدتهم مغرف صغيرة ملح، وخلطت كل شيء خلطي غاية هذاك الزيت مع الفرينة. وقعدي ديري الفرينة غير شوية، فرينة غير بشوية حتى تحصي على عجينة ما كما نقولوا متماسكة، عجينة كما تاع الملوي. وخلوها تخمر، نغطوها نخلوها تخمر. نروحوا دركا للكفتة تاعنا. قبلتها انا صدرت على الدجاج، طحنتها في الاشوار مع حبة بصل. كي طحنتهم درتهم في المقلة، درت لهم مغرف كركم، ودرت مغرف صغيرة شوية تاع كمون، شوية تاع حبة كحلة، كركم، الكيري تاع الدجاج، لا عندك شوية في العكري، الملح. ومن بعد درتهم فوق النار ودرت شوية زيت وفوق النار وقعدت نقلي، نقصت النار وقعدت نقلي حتى تقلاو. شوفوا كيما هكا، كيما هاد اللي راك تشوفوا فيه. زدت لها 2 مغارف تاع فرماج تاع البيدو، هذا البيدو اللي نخدم به دايما دور، هو اللي كما قال لك هو نمبر 1 عندي في المطبخ. 2 مغارف كبار تاع فرماج هذا، وقعدت نخلط ندخل الفرماج مع الكفته. ومن بعد ربيت الفرماج ونقصت على المقله باش هذاك الفرماج يذوب في خاطره مع هذاك الدجاج. ومن بعد قبضت شرائح تاع الفرماج، اي نوع عندك تاع شرائح الفرماج حطيتهم على حسب عدد افراد الاسره، تما حسب ما ديري هذوك الملاوي بالحساب. قبضت البطاطا نقيتها وقليتها، هاي البطاطا قليتها في المقله وخرت على جهه. هنا بعد ما طاب لي شو كي طاب جاي داب داك فرماج وخرت على جهه، وقليت البطاطا وخرت على جهه. دوك نروحوا للعجينه. العجينه درتها حربوش طويل، ودرت يدي فيها شويه زيت وبديت نقطعها كيما هكا دوائر كيما نديروا الملوي. ودرتها في الصينيه طليتها بشويه زيت، وقبضت هذيك المقله تاعي كذلك كما نقولوا طليها بالزيت. وقبض هنا الورق هذا تاعي وطليه بالزيت، وحطي هاد العجينه تاعي بعد ما ريحت لي شويه 5 دقائق. ودرتها شوف كي سرحتها، تسرح لك في ساعات. سرحيها رفديها كيما هكا وقلبيها في هذيك المقله تاعك، وخري هذاك الكاعط هذاك عاودي تاني ديري الزوجه. ها شو كي درت كيما هكا، وخري هذا الكاعط هذا، غادي يساعدك باش ترفدي العجينه تاعك باش ما تغبنكش، باش تجي الشكل دائري. كي كملتهم كاع شوفوا كاع درتهم هادو الملاوي كاع درتهم كملتهم، درتهم في وخرتهم على جهه. وبديت نعمر يجي كيما الطاكوس، بديت نعمر. اول حاجه قبضت الهريسه مع المايونيز، خلطتهم غايه مع بعضهم، وبديت نمسح فوق هذيك الملويه كما نطلص فوق داك الملوي. ومن بعد قبضت من هذاك الكفته مع الفرماج حطيتها فوق هذيك الهريسه هذيك في الوسط مع المايونيز. ومن بعد درت شويه حرور، اللي يبغي الحرور قطعته شوي شوي. ومن بعد درت فوق الفريت اللي قليتها، البطاطا المقليه اللي قليتها. وبديت نلوي هذيك الملويه تاعي تجي كما الطاكوس، لويها. كي لويتها هذوك الحواف اللي منا ومنا قطعتهم بالمقص باش تجي شكل شباب. ومن بعد درتهم فوق الطاجين باش يدو تحميره شابه كيما نخدموا الطاكوس، هو يقول الملاوي ما داش شكل اسم اخر. وتلك العجينه تتبدلت. شو كي درت لها هنايا قال لك
قطعتك الحواشي كما قلت لكم، حطيتها هنايا تكبط روحها. وهنايا الملاوي تاعي فوق طبق التقديم، ورانا نتعشو هنايا حطيناهم مع التحلية اللي كنت باغا نخدمها معاكم. ولقيت الفيديو شوية طويل، قلت نخلي الفيديو من بعد نحطه لكم مباشرة. مي تشوفوا هذا الفيديو عرفوا باللي غدوة من داك نحط لكم هذه التحلية دي رائعة بنينة بالكراميل. ماش نقول لكم شهيتكم في الجنة ان شاء الله يا ربي. شكرا راني ناكل معكم شو كي دايره بنينة 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 فوق ما تتخيلوا. المهم ان شاء الله يا ربي نتلاقوا غدوة مع هذه التحلية تاع الكراميل، ونتلاقوا في الخير، وتهلاو في روحكم بزاف بزاف. ما تنسوش لخدكم الجام والتعليق. إلى اللقاء، السلام.